أمامكم جميع الأخطاء التي لم تحتسب لصالح منافسي الأرجنتين. تطرح العديد من الأسئلة. أولا، هذه اللقطة ضد لاعب من الجزائر، كان الاحتكاك عنيفا جدا. اعتقد كثيرون أنها كانت تستحق بطاقة حمراء مباشرة، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء. ثم انظروا إلى هذه اللقطة أمام الرأس الأخضر. أحد اللاعبين تعرض لعرقلة واضحة على القدم، على الأقل بدا أنها تستحق بطاقة حمراء. احتج اللاعبون، لكن الحكم لم يغير قراره. والآن شاهدوا هذه اللقطة الخطيرة من مباراة الرأس الأخضر. تم ارتكاب مخالفة واضحة جدا، كان يجب احتساب ركلة حرة، لكن الحكم ترك اللعب يستمر. ولم يحدث هذا في كأس العالم الحالية فقط. لنعد إلى قطر 2022. لمسة يد ميسي أثارت الكثير من الجدل. اعتقد كثيرون أنها كانت تستحق على الأقل بطاقة حمراء. ناقش ميسي الحكم، لكن لم تفرض أي عقوبة. ثم أمام هولندا هناك لقطة أخرى، ميسي يهاجم خصمه، يستعيد الكرة ثم يرسلها باتجاه مقاعد بدلاء هولندا. انفجر بدلاء هولندا غضبا وطالبوا ببطاقة حمراء، لكن الحكم لم يحتسب شيئا. وأمام فرنسا في الدقيقة 90 طالب البعض بركلة جزاء كان من الممكن أن تمنح هدف الفوز في نهائي كأس العالم، لكن الحكم لم يحتسبها. وأخيرا هناك هذه الصورة عندما كانت الأرجنتين تواجه مصر. انظروا إلى تعبير وجه إنفانتينو. ثم عندما تغير مجرى المباراة لصالح الأرجنتين بدا وكأن ملامح وجهه تغيرت. البعض يؤكد أن كأس العالم مدبرة، بينما يرى آخرون أنها مجرد أخطاء تحكيمية. وأنتم ما رأيكم؟